ماشي يا عم. ماشي يا عم، انا مرضي بالتلاتة بونت ومرضي بالمكسب الحمد لله والواحد كمية حرقة الدم وقاعد على اعصابك بطريقة مش طبيعية. بس هو الحمد لله الحمد لله، هو ربنا ما خلاش الناس اللي في المدرج دي تروح زعلانة. ما خليناش نقعد حرقة الدم دي تبقى على الفاضي. مش هكلمك على الاداء ولا هكلمك على العك اللي احنا عاملينه، على قد ما انا هكلمك ايه المفيد او ايه الحاجه المفيده اللي انت شفتها ككابتن معتمد الماتش اللي فات، من التشكيله اللي انت بدات بيها خليتك تبدا بنفس التشكيله الماتش ده. انا مش عارف. حقيقي حقيقي والله العظيم انتوا اترحمتوا من كميه كلام مش طبيعيه. لان بعد الماتش ده لسه خلصان حالا، لو لا قدر الله كانت حصلت اي نتيجه غير المكسب، انتوا كنتوا هتشوفوا وقت، او كنتوا هتشوفوا كلام مش هيعجب حد. مش هقولك مش مني يا عم، من الجمهور بقى بشكل عام. مش هستحمل ان انا اخسر في اول الدوري لسه تاني ماتش اهو، مش هستحمل ان انا اخسر 4 بونت او اخسر 5 بونت. فالحمد لله على المكسب وعلى قد الاداء اللي احنا عاملينه. فاللي انت تقدر تسرق المباراة، انت ما كسبتش باداء ولا كسبت بجملة، انت سرقت المباراة، سرقت الماتش. لا، البنك الاهلي اديتك علق الكورة، علق الكورة، علق الكورة. انت حرفيا انت قاعد البنك الاهلي زنقك في الحيطة ونازل فيك تلطيش. انت ما لعبتش ب2 جنيه، فاهم انت انا مش عارف اقول لك ايه. انت بتلعب الماتش دوت او بادئ الموسم او اللي احنا كده كده كنا عارفينه، بس انت يعني اسوأ من اي مركز شباب بيلعب كورة. مش هقول لك من اي نادي مثلا درجة تانية او دوري المحترفين. عارف مراكز الشباب اللي بتبقى في الاحياء دي؟ انت اسوأ منه. انت بتبدأ المباراة بسم الله الرحمن الرحيم الاول. انت بتبدأ المباراة لعيبتك كلها مش فايقة، كلها مش فايقة، من اول المهدي سليمان لحد ناصر منسي لسه ما جاش من عند البرنس. عارف البرنس بتاع الكشري؟ هو لسه عنده، لسه ما جاش. طب انت بتبدأ بيه ليه؟ مش عارف. مس باص كتير، مش قادر تعمل حتى تمريرتين على بعض. غريبة. مش غريبة، انا كده كده متوقع، يعني انا متوقع. الغريب بالنسبة لي او اللي انا قاعد مش مصدق مش مقتنع بيه لحد اللحظة، يعني لحد الشوط الاولاني ما خلص. انا طالع بنسبة استحواذ 70% للبنك الاهلي. انت مدرك يعني ايه 70%؟ انت مش موجود اصلا. لا بتدافع ولا بتهاجم ولا عندك ولا نص ملعب ولا الهوا، انت مش موجود نهائي. 70%. 70% عدى درجة ثانوية عامة دي. نفس التشكيلة زي ما اتكلمنا، نفس كل حاجة، نفس العك، نفس القرف. البنك الأهلي بيضيع 3 4 اجوان نفس الاتحاد. ربنا ساترها معاك ان الاجوان دي ما بتجيش. ربنا واقف في ظهرك، ربنا معاك، ربنا يعني. هو كل اللي بيحصل دوت توفيق من ربنا، وربنا واقف معاك عشان خاطر الجمهور اللي في المدرج. بس برضه ربنا قال لك اسعى يا عبد نسعى معاك. اعمل اللي عليك عشان اديك بزيادة. هو ده كده، هو ده اخرك. هتقدم حاجة تاني؟ ما اعتقدش ان انت ممكن تقدم حاجة تاني. بدأت المباراة أول 10 دقايق الاستحواذ 70%، 30 70 30 زي ما أنا لسه بقول للبنك الأهلي. الدقيقة 13 يا أمور بيضيع الهدف الأول للبنك الأهلي. هدف محقق بيضيع. أدي أول جول. الدقيقة 20 مفيش أي لاعب، لا أنا هو مفيش أي لاعب فايق، أي لاعب ولا اللعيبة كلها مش فايقة. كلهم مش فايقين. مفيش حد اللي هو يعني ياخد مثلا الكرة يسلم يجري يفتح. مفيش خالص. الشوط الاولاني ده انا ما شفتش حد نهائي. نهائي. انت ممكن تكون شفت، ما اعرفش. ده 30 الزمالك وحش جدا. وكل اللعيبه عماله بتزعق. طب كل اللعيبه عماله بتزعق ديت بيديك انطباع واحد، ان انت اصلا مش مركز غير في اللي انت عمال تزعق مع الحكم شويه، بتزعق مع اللاعب ده شويه، بتزعق مع زمايلك شويه بس. ده 48. يعني في تسديده
انا هحسبها تسديده العودات دباغ جت في الدقيقه 23 دي، انا هحسبها يعني فاهم، لان انا هلاقي حاجه اتكلم فيها، لان انا مش هلاقي حاجه اتكلم فيها. اصل انا وصلت للدقيقه 48 اهو، انا واصل اهو، واصل للدقيقه 48 وانا مش كاتب حاجه عني. انا مش كاتب ان انا عملت تمريرتين على بعض. 48 التسديده الراسيه بتاعت ادم كاد اللي خبطت في دماغه وطلعت فوق العارضه دي، فهحسب بتاعت 23 الكره بتاعت في الدقيقه 23 بتاعت الدباغ دي تسديده عشان ابقى انا قايل حاجه على الاقل. الدقيقة 40 قبليها على طول، قبل الكرة بتاعت ادم كاي، العارضة بتمنع هدف محقق تاني للبنك الاهلي. ادي هدفين وانت لسه مش موجود، 2-0 وانت مش موجود. الكرة جت في العارضة، جت في المقص في العارضة. ده 48 تسديدة اي كلام من ناصر من ادم كاي. الكرة دي تعملها عرضية تخبط في دماغه تطلع بره، اجتهد فيها بس فين التوجيه مش عارف، طلع على المغمض. انا من اول كوره انا شايفها جت في صدره، يعني حاسس ان هو عملها كده، طلعت في الاخر جت في دماغه. الشوط الاول انتهي، الزمالك مش وحش، الزمالك اوحش من الوحش. يعني ايه اللي اوحش من الوحش؟ مش ايه يعني ايه اوحش، يعني ايه اوحش من الوحش مش عارف. بس الزمالك لو في حاجه اوحش منها هو او اوحش، يعني انا مش عارف اجيبها ازاي، انت فهمني بقى، انا مش عارف، انا مش عارف اجيبها لك، بس انت افهمها. هو اوحش من الوحش، فهمت؟ انا مش فاهم لا انا مش فاهم انا زمالك اطلع الشوط الاولاني، الشوط الاولاني 9 تسديدات للبنك الاهلي، 9 9 تسديدات وانا تسديده واحده بتاعت ادم كايد. مش عارف يعني ايه جاي كاتب لي 4 تسديدات بناء على ايه؟ يعني الاحصائيات اللي جت اخر الشوط الاولاني جت مكتوب ان الزمالك شاط 4، انا ما شفتش الاربعه دول اصلا. هي تسديده ادم كايد وتسديدتين اللي جم في السماء بس. حسبوا بقى ولا حسبوهم ولا جابلونا ولا ايه مش عارف والله. الشوط التاني يبدأ، ينزل شيكو بي بنزا، ينزل الشك، هو الشك بتاعنا. يخرج شريف، لنا شريف كفاية عليك والله بجد، كفاية عليك عشان انت بحس ان فلوسك دي حرام مش عارف، مش والله العظيم بتكلم بجد. انت ما بتعملش حاجة. انا ممكن اعمل زي اللي انت بتعمله على فكرة، ممكن العب اللي احسن من انت بتعمله ده مبدئيا يعني انا لما بروح العب مع اصحابي انا ببقى احسن منك وما باخدش نفس المبلغ من الفلوس اللي انت بتاخدها. ده رزقك يا عم، ربنا يزيدك، بس حرام عليك، حرام عليك ان انت تاخد فلوس على الفاضي كده. ينزل يطلع فتوح وينزل احمد ربيع. فتوح من بدايه الموسم هو مش فتوح اللي احنا عارفينه. البدني واقع بطريقه مش طبيعيه عند اللعيبه كلها. بص في الدقيقه 35 او في الدقيقه 25 يعني في الدقيقتين دول هتلاقي اللعيبه عماله موطيه كده واللي ماسك دماغه فاهم، وهتلاقي مهدي سليمان راكن على الارض عامل كده خزان احزان فاهم، كل حاجه وعكسها. انت بتشوف عته كروي. ينزل احمد ربيع ويطلع فتوح. مش عارف، طب محمود جهاد ما هو رجع، الشهيد بتاعنا رجع بالسلامه، مش عارف ما بيلعبش ليه مش عارف. الدقيقة 51 هدف الأول من شيكو بنزا. ده عارف ده بقى مش هقول لك سلكانة، مش عارف ده ايه أساسا، مش عارف هو سالك ولا مش سالك ولا ايه الدنيا معاه فاهم، بس هو الكورة جاية له عرضية من الدباك، حط رجله فيها تخبط في المدافع وتخش جول، فأي عك في أي حتة هي كده كده خربانة فمش هتفرق في دي كمان، تخبط وتخش جول من الهدف الأول للزمالك. برضه أنت قاعد بالظبط وراهنك على اللي انت بتقوله ده، اراهنك على اللي انا بقوله، انت بتقول انا اللي بتكلم، اراهنك على اللي انا بقوله ده تمام. انت قاعد بتتفرج على التلفزيون، انت قاعد عامل كده بالظبط، فان انت قاعد عامل كده وانت تتفرج بس كده على الشاشه، انت مش حاجه غير انت عامل كده بس فاهم. خلاص انت فقدت كل حاجه، حتى الشغف اللي بيبقى معاك على اللي انت بتقعد تتفرج عليه وتقعد تتعصب يا ابني مش عارف انت فاهم، كل الكلام ده هو مبقاش موجود معاك بسبب العته اللي انت شايفه. فرغمك اللي انت كنت قاعد نفس القعده اللي انا قاعد عامل كده، عارف ده انا قاعد عامل كده بتفرج على التليفون لان انا في الشغل بتفرج على التليفون عامل كده فاهم، لان انا مش لاقي حاجه عندي حتى وليات، مش لاقي حاجه اتنطط كده فيها فاهم. الكرسي ده مش عايز اتحرك بالكرسي، جايب كرسي حاجه عايز اتحرك بيه مش عارف. الدقيقه 60
عدي بيضيع كوره، مش عارف برضو يعني. عدي رجع، عدي بتاع الموسم الاولاني في بدايه الموسم، فاهم حاجه؟ فاهم عدي معاك في بدايه الموسم اللي فات كان عامل ازاي، فهو بيضيع نفس الكور اللي كان بيضيعها الموسم الاولاني. باقي الكور كانت تسلل عامه، بس الحمد لله ضاعت عشان انا كنت هتنقط من تسديده من كاي. دقيقة 60 المهدي بيصد انفراد من احمد ياسر. 3 ها كده بقت 3. المهدي هو اللي عمال بيشيل الكرة، يجري في العارضة المهدي بيشيلها جونين، ادي كده التالت اهو. 3 لو حسبنا التلاتة مع الجون بتاع شيكو بقى 3-1. انا كده كده ماشي معاك واحدة واحدة اهو. 65 دقيقة 65 ادم بيطلع وينزل محمد السيد، ورحت كاتبها انا بقى، فين حسام اشرف؟ فين؟ انت سايبه جنبك ليه؟ طيب انت شايف ايه انا مش شايفه كمشاهد؟ انت شايف ايه ككابتن معتمد انا مش شايفه؟ انا ايه اللي انت شايفه في ناصر انا مش شايفه؟ مثلا بيعمل حاجه؟ لا. محطه؟ لا. بيستلم؟ لا. بيجري؟ لا. هو لسه مش موجود، فاهم؟ هو قاعد ده، هو جايب ده بيضرب سمين هناك، نازل في السيده بيضرب سمين وهيطلع على الكرنك بعد كده، فاهم؟ هو بس ده اللي بيعمله. قدم لك حاجه؟ لا. بيجري؟ لا. بيفتح سبرنت برضه؟ لا. مستني عليه كل ده ليه؟ يعني انت وصلت لحد الدقيقه 61 او الدقيقه 65 ولحد دلوقتي انت لسه سايبولي في الملعب. ما هو انا برضه ليا، فاهم؟ انا بني ادم برضه، فاهم؟ فعندي ضغط وعندي سكر وعندي حاجات كتير كده في الجسم انا مش عارفها، فاهم؟ بتعلى مع ضغطه الدم. مش فسايبه ليه؟ ما اعرفش. لحد بقى ما يحن علينا كابتن معتمد وينزل لنا حسام اشرف في الدقيقه كام؟ 78. يعني خلاص في نهايه الشوط فاضل 10 دقايق كده، فانزل يا ابني. فالواد ينزل يروح مسجل لك جون. نزل في الدقيقه 78، سجل الجون في الدقيقه 85. يعني قعد حوالي اقل من 10 دقايق وسجل جون. اللي التاني قعد 60 دقيقه او 70 دقيقه ما عملش اي حاجه خالص. قبليها على طول في الدقيقه 79 المهدي بيشيل الهدف من مدبولي. ده الهدف الرابع. كده 4-1. انا كل دوت اهو، انا كل ده ما بكلمكش انت عملت حاجه كزمالك غير ان انت عملت تقدم معاه كروي. رجعت تاني تقف تحت الكوره وتلعب على المرتده قدام البنك الاهلي، فاهم؟ قدام البنك الاهلي. طب هتعمل ايه قدام المصري؟ ما اعرفش. طب هتعمل ايه قدام بيراميدز؟ ما اعرفش. طب هتعمل ايه قدام الاهلي؟ برضه مش عارف. مش عارف هتعمل ايه قدام ده، مش عارف. الدقيقة 83 مقبولي بيضيع هدف الخامس، بيضيع هدف الكرة اللي جات له وبيضيعها، اللي شاطها في السما فوق دي. فالحمد لله هي ضاعت. فدي كده 5-1 وانت لسه ما عملتش اي حاجة. 5-1 ماتش الاتحاد ده جاي 4 تجوان ضاعوا. هتقولي انت بتحسب الاجوان اللي بتضيع؟ طبعا بحسبها. انا ده لما يبقى البنك الاهلي مضيع 5 تجوان لحد الدقيقة 82 وانا مش مضيع حتى في فرصتين، ما عنديش كورتين خطر مش فرصه، مش مضيع جون، ما عنديش فرصتين خطر على الجون. فطبيعي هعدلك الاهداف المتوقعه فيا. 5 تجوان هم الضايعين وفيهم 4 شوط في ماتش الاتحاد، 9 تجوان في ماتشين ضايعين بطريقه، فاهم؟ هي ستر من ربنا. بص على الاجوان دي مره واثنين وثلاثه واربعه، الكلام اللي بقوله لك ده هتلاقي الكور دي جون ده اهداف محققه، ما فيهاش كلام. الدقيقة 85 حسام أشرف بيسجل الهدف الثاني من رأسية، مفيش بعد كده. يسرق المدافع، يطلع على القريبة، يسجل الكرة تيجي لمحمد السيد، يعمل كعب، لسه يعمل الفنت بتاعه ويكمل، يخش البنتايج يعمل عرضية، يخش حسام أشرف ويسجل الهدف الثاني. تبقى قعدت انت بقى اللي هو ايه، عارف انت لما، فاهم؟ لما تيجي تجري بتعمل سبرنت، انت بتلعب كرة مع اصحابك، فاهم؟ وبعد ما تعمل سبرنت تروح واقفة كده تعبت، فاهم؟ فانت نفس الهوف دي. ده 86 بيخرج الدباغ وينزل ايشو. في لعيب في البنك اسمه علي محمود، نص ملعب. الواد علي محمود ده لو ما جاش، لو الزمالك فكر كده في يناير وما جاش في يناير، انت خسران كزمالك. الواد ده لعيب جامد قوي. الواد ده لمسته للكوره مش طبيعيه. الواد دوت بقى، انا بصيت ركزت معاه كده لما لقيته بيعمل كذا حاجه، ركزت معاه.
الواد ده ما شاء الله ما شاء الله، الواد ده جامد، الواد ده جامد جامد. فالواد ده لازم يجي، الواد ده هيفرق معاك في نص الملعب، بس لو فضل بنفس الاداء ده معاك. الواد ده جامد، لمسته للكرة مش طبيعية الصراحة. الواد بيعمل ده انا شفت له ثرو عاملها من عند 18 عنده، عامل ثرو لوب نزلت لامين اوفا، كان مش عارف اسمه ايه، امين اوفا باين نزلت له بالمقاس بالمسطرة. زائد الكرة اللي راح ضارب لك بيها الدفاع، زائد الكرة الواد بيرقص عادي قدام ال 18 عنده. لا الواد عنده ثقة في نفسه، الواد مش طبيعي الصراحة يعني. الدقيقة 94 يخش ايشو، دي الجملة الوحيدة اللي انا رحت قايم كده، فاهم؟ لو عارف انت طول المباراة انت عايز تقوم بقى وتتحرك بالكرسي، ما أنا لسه قايل لك من بداية الفيديو ان انا جايب كرسي بعجل، فاهم؟ عنده كرسي بعجل في المكتب فهو قايم بيه كده، فاهم؟ فانا قمت بقى اتحركت خلاص عشان الكرة تستاهل. الكرة تيجي هجمة مرتدة، حسام اشرف يروح لامس لك كده، فاهم؟ عارف انت اللمسة اللي هو ضرب لك كل بنك الاهلي، كل دفاع البنك ده ضربه لك ورا، رجعه ورا وودى محمد السيد لوحده. محمد السيد اتصرف بيها صح، يروح عامل عرضيه ما طمعش، انا قلت هيطمع يخش هيشوط، قلت انت ناموسه رخمه، راح قاطم من جوه، راح عامل سرول ايشو حطها في الدايره. فدي الكوره الوحيده، الجون ده اساسه حسام اشرف اللي انت سابه على الدكه لحد الدقيقه 80. الواد نزل جاب لك جون وعمل جون من وجهه نظري، بعد المهدي سليمان حسام اشرف راجل مباراه. بعد المهدي طبعا هو شايلك 5 اجوان، مش 5، هو شايلك 3 منهم ولا حاجه، وكورتين جون في العارضه وواحده مقبول يضيعها. الحمد لله، الحمد لله على المكسب. الحمد لله الناس مش هتروح زعلانه، الحمد لله مش الناس مش هتنام في البيت زعلانه، الحمد لله الواحد هيكمل في الشغل وهو مش زعلان. زعلان على حال الفريق، زعلان على حال النادي، بس فرحان بالتلاتة بونت، فرحان بالمكسب. ربنا يستر علينا باقي الموسم و... والتوقف بتاع شهر 10 ده يجي، عشان خاطر فعلا اللعيبه لسه من تاني ماتش، اللعيبه جايب الجاز من قبل ما تلعب، فاهم؟ اللعيبه نازله بتشط، اللعيبه نازله عرقانه من قبل ما تنزل الملعب. اللعيبه في الممر، عارف الممر ده اللي بتاع اللعيبه، هم نازلين عرقانين اصلا، فاهم؟ هو مش الممر قاعد ينهج. فربنا يستر علينا. مش هطول عليك اكتر من كده، مش عارف الرغي الكتير انا برغي ده، بس ربنا يستر علينا والموسم ده نعمل اي حاجه. بس انا حاسس من جوايا انا ما عنديش ثقه بس انا حاسس كده، فاهم؟ ده احساس لسه جاي لي يعني، ان الزمالك السنه دي ممكن ياخد بطوله او يعمل حاجه. ازاي معرفش، انا حاسس بس مش متاكد ومش واثق، فاهم؟ فده احساس عملت بيه، عملت حاجه، فاهم؟ فانا الحمد لله احساسي صح. ما عملتش بيه برضه مش هبقى زعلان، لان انا متوقع، هو المتوقع ان انت ما تعملش حاجه. احساسي من جوايا لا، انا حاسس ان انت ممكن تعمل حاجه. ليه؟ عشان انت كده هو ده الزمالك، فاهم؟ هو ده الزمالك، اضغطه تاخد منه. فربنا يستر فعلا، ربنا يستر. واحساسي ده يا رب يا رب يبقى مظبوط ونعمل حاجه، وما نمشيش ورا التوقع اللي توقعنا كلنا كزملكاويه. انت متوقع إن ده موسم صفر ليك، فربنا يسترها. السلام عليكم.